المشاهدون الأكارم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناة القرن الأفريقي. آه، أحييكم هذا الأسبوع من العاصمة الألمانية برلين. سيكون موضوعا اليوم حول البرامج التي قمنا بنشرها في قناة القرن الأفريقي، وبعدها أيضا في قناة قلد للإعلام. آه، قبل أسبوعين طبعا كنت ضيفا على الزميل كرار هيابو في قناة قلد. تحدثنا حول قضايا كثيرة جدا وآخر التطورات في إريتريا بصفة خاصة والقرن الأفريقي بصفة عامة. الملفت للنظر أنه كل هذه البرامج كان لها صدى وردود أفعال من المتابعين لقناة القرن الأفريقي وقناة قلب. إحدى المواضيع التي أثرتها شخصيا في برنامج خاص قارنت فيها آه، بين المجاميع القبلية والمجاميع الطائفية، وقلت أن كلاهما وجهان لعملة واحدة. هذه العبارة طبعا أثارت كثير من الغضب، وبعدهم اتصل طبعا بمدير قناة قلد الزميل كرر هياب، وطالبوا منه أن يسحب هذا الموضوع لأنه مؤثر جدا وسيثير الحساسيات وما أشبه ذلك من كلام. لكن طبعا الزميل كرار أوضح قبل بدء البرنامج معي بأن يعني الضيف يتحمل، القناة لا تتحمل مسؤولية ما سأسرده أو ما سأقوله في الحلقة طبعا، وهذا طبعا شيء طبيعي جدا. فلذلك أنا أريد أن أوضح هذه النقطة أولا. لماذا يعني قلت هذا الكلام؟ هل أريد أن أتشفى من أحد، أو يعني كان قصدي بأنه أسيء على أحد؟ كل هذا طبعا غير وارد. آه، منذ سنوات، تحديدا منذ بعد جائحة الكورونا في عام 1920، آه، أسسنا قناة القرن الأفريقي كفرع يتبع لوكالة أنباء القرن الأفريقي التي تأسست عام 1989. في قناة القرن الأفريقي تحديدا أوضحت يعني أو قدمت أكثر من حوالي 80 أو 90 حلقة أتحدث فيها في مجمل القضايا والمشاكل التي تواجه إريتريا أو الشعب الإريتري بصفة عامة. فيها وضحت وجهة نظري وبأنني أتحمل مسؤولية ما أقدم، لأن هذه مسؤولية يعني تقع في الشخص ذاته، ولم أتحدث باسم الشعب ولا باسم مجموعة معينة أو أسنية أو قبيلة معينة. ما لفت انتباه طبعا الإصرار، لأنه طبعا يعني لابد أن يسحب هذا البرنامج، وكأنهم طبعا هم الذين يحددون ماذا يقال وماذا لا يقال. فوجدت هنالك عندما يعني وصفت المجموعتين بعملة، بوجهين لعملة واحدة، طبعا رأيت أنه أيضا الجانب الآخر، التعليقات اللي أتتنا باللغة التقرينية ولا زالت إلى يومنا هذا تعبر عن نفس الرأي. يقول هذا الرجل يعني انحرف، كان سابقا يعني جيد والآن يعني تغير، ولا بد من عدم الاهتمام به. أو ما قالوا يعني أحدهم بأنه لا بد من حقنه حقنة تساعد في أنه يعيد توازنه فيما يقول. أنا الآن بكل اختصار أقول طبعا القضية، هؤلاء الذين أطلقت عليهم بعناصر يعني قبلية، لهم محاولات، يعني هم يعني أحرار في رأيهم، يريدون يعني بكل بأي ثمن أن يتصالحوا مع النظام الحاكم في أسمرة، وهذا من حقهم. يعني أنا أطلقت عليهم طبعا مجموعة الهبوط الناعم.
يريدوا حل مشاكلهم بالطرق الودية ويخاطبون الرئيس يعني ويسمونه بفخامة الرئيس وما إلى ذلك. وما يعني جعلني أتألم بأن معظمهم كانوا من الرعيل الأول في الثورة الإريترية، لأنه خلاص يعني شبه رفعوا الراية البيداء ويريدوا. ولكن مع ذلك أن النظام نظام يعني أصولي، نظام يعني لا يقبل الآخر، وحدد يعني سياسته في سبعينيات القرن الماضي. وهذا واضح أيضا وأنا تناولتها أيضا بكل وضوح. وثيقة نحن وأهدافنا يعني هي تعبر عن وجهة نظر مجموعة معينة أو أثنية معينة، أو يعني المسيحيين بصفة عامة. ولكن كان هنالك تلاعب وغطاء يعني، وجعل لهذا يعني الوثيقة عملوا لها غطاء اللي هو يعني قالوا هو تنظيم يساري وتنظيم يعني منفتح، وتنظيم يسعى من أجل توحيد الشعب الإريتري ومعالجة أخطاء القيادة العامة وما إلى ذلك. كل ذلك يعني الآن لم يأتي وقته. لكن بوضوح أن أقول أنه عندما يعني من ينتقد باللغة العربية وأقرأ ما يكتبه يعني ما يكتب باللغة التجرينية أيضا، وجدتها يعني يعني نفس يعني يترجم عن بعضهم البعض، لأنه هنالك يعني تنسيق خفي بين هؤلاء. وهذا يعني قضية لا تهمني أكثر، إنما أردت أن أوضح. نحن طبعا الآن لا أجامل هذا على حساب ذلك، إنما طبعا القضية كلها تهم الوطن. ونحن نتحدث عن حقوق مسلوبة، يعني حقوق يعني هناك تهميش ومصادرة الحقوق والضغط على ثقافة معينة جدا وفرض ثقافة معينة جدا ولغة معينة جدا في إريتريا. كل ذلك أنا لم أطلب أنه تقوم ثورة في إريتريا ويقوم خطاب حرب أهلية من جديد، إنما أطالب على أساس تصحيح هذا الوضع كإعلامي. طبعا هذا من مسؤوليتي، ولا بد أن أتحدث حول هذه القضايا طالما أنا أعيش في بلد يعني يعطيني هذه الحرية. وأشرت في أكثر من مقال أيضا، واليوم كتبت أيضا عن حرية الإعلام في ألمانيا، وأشرت تحديدا في المادة الخامسة التي في الدستور الألماني التي تسمح أيضا بحرية التعبير والرأي وطلب المعلومات من أي جهة معنية طبعا. وهذا من حق الصحفي أيضا أن يطلب المعلومة وينشرها كما هي أو يعلق عليها. هذا طبعا أنا لا أتجاوز هذا الحدود، وأنا لا يعنيني ما يقوله الموالون للنظام أو ما يحسون به من مرارة، لأنه هذا الشيء يعني أنا في بلد مفتوح وأتحدث عبر عن رأيي، لا أتعدى على أحد ولا أخالف القانون. إنما يعني إذا الشبه يعني الموالين للجبهة الشعبية إذا يشعرون بلغوب أو يريدون إيقاف هذا الشيء، عليهم أن يغيروا الدستور الألماني إذا يعني سننظر إلى هذه القضية. القضية الثانية موضوع يتعلق بشحة المياه في إريتريا. أنا طبعا نقلت بعض الصور من مواقع إلكترونية. بعض الصحفيين الأوروبيين والعرب اللي زاروا ينشرون طبعا المعاناة بطريقة خفية جدا، كاميرا خفية وما إلى ذلك. وأنا يعني لم أصور هذه الصور، إنما هنالك يعني آه، من نشر هذه الصور وأنا استعنت بها في إريتريا. إنما طبعا التعليق كان أسخف يعني. وهذه المرة هذا يعني أنا تناولي لهذه القضية أثار قدم عدد كبير من الموالين يعني حكومة الأمر الواقع في أسمرة. بعدهم يتجنى في تعليقات، وهذا طبعا أنا أصفه بجهل للأوضاع المعيشية في إريتريا. هم طبعا يعني لا يقرؤون أولا ولا يتابعون ولا يهتمون أيضا بما حتى لو زاروا إريتريا وشافوا كل شيء يتسترون عليه حتى لا يمنعوا من السفر مرة ثانية. أنا طبعا الآن ما استغربت، ما جعلني أستغرب في كل هذه التعليقات بصرف النظر عن التهجم وعن شخصنة الموضوع. يقول بعضهم أنه جالونات المياه يعني في إريتريا لونها ليس كاللون الذي نشرناه في الصور. أنا طبعا لم أكن أعرف حتى إلى يومنا هذا بأن هنالك أيضا بطاقات تعرف بجالونات المياه.
وقال بالحرف الواحد الصور هذه تعني تجراي وليس إريتريا. اليوم دعمت الصور أيضا بصور أخرى، يعني هذا لا غبار عليها، طبعا مش مكتوب عليها إريتريا وشوارع إريتريا وأطفال إريتريين، طبعا يعني لا زالوا. فلذلك السؤال الذي يعني أحرج أو لا يريد يعني أن يغرى باللغة العربية تحديدا حتى يفتكروا يعني هو أنه أنا قارنت بين المؤتمر المنعقد الذي انعقد وانتهى في السادس من شهر آه، يناير الجاري. طبعا مجموعة المسؤولين يعني لم يبقى منهم أحد، إنما في لبسهم وفي احتفالهم أو مثلا في مقر المؤتمر ترى أن هنالك عالم آخر. أنت عندما تعقد مؤتمر في فندق 5 نجوم في أسمرة، هذا طبعا يعني كل المياه والمشروبات والأطعمة، يعني ما طاب ولذ هناك يوفروهم للمؤتمرين، لأنه معظمهم أتوا من الخارج. طبعا هذول من أنصار الجبهة الشعبية أو من كوادر الجبهة الشعبية اللي يجلسون في المهجر. هؤلاء طبعا في 3 أيام يعني يتمتعون بإجازتهم، وبعدين يعني طعامهم وأكلهم في الفنادق الفاخرة جدا، فلا يعني لا يذهب بالشوارع الذي يعني لا، أو لا يسمح له أن يشاهد المظاهر أو الوضع المزري الموجود في إريتريا. أمهات يغفن طبعا منذ الساعة 5 صباحا ليفوزوا بجالون أو جالونين من المياه لأولادهم. إنما هؤلاء الذين يعني نشرت أنا صورهم، المؤتمرين، وزراء وحكام أقاليم وما إلى ذلك، كل المجموعة المحتفلة طبعا في هذا الموجودة في هذا المؤتمر، هي لا تعاني من شح المياه ولا من شح الغذاء. طبعا هؤلاء يتسوقون في محلات الدكاكين خاصة للسفراء وللدبلوماسيين الأجانب، بيسموها أسواق الفي اي بي، الديوتي فري. يعني هذه موجودة في المطار، وأيضا كل المسؤولين والجنرالات يتسوقون في هذه الأسواق، طبعا متوفر فيها. وكأنك أنت لما تدخل محلات الفي اي بي في مطار أسمرة مثلا، تعتقد كل المواد الموجودة في أوروبا وفي أمريكا موجودة أيضا في هذا المطار. لكن لا يسمح لمواطن عادي، أولا لا يملك الإمكانيات حتى يتسوق في هذه الأسواق، ثم بعد ذلك يعني إمكانياته محدودة جدا، حتى يعني هو يعني يسعى ويعمل ويكدح في سبيل الحصول توفير الغذاء البسيط جدا. يعني إذا اشترى كيس من الدقيق أو من ما يسموه الطاف عندنا، يعمل يعني يعني يغذي أسرته بالموجود، لا يستطيع أن يشتري الخبز، لأن الخبز يعني غير موجود بسبب انقطاع الكهرباء، والاستيراد الخارجي أيضا يعني مع قلته شبه منعدم الآن. ولذلك الآن طبعا الحديث حول هذا الموضوع، أنا طبعا السؤال الذي أطرحه دائما في المقالات التي أنشرها في صفحتي، إلى متى صنعتم على هذا؟ لأن طبعا الشعب الآن مغلوب في أمره، ونحن الذين نعيش في الخارج إذا لم نتحدث عن معاناة هذا الشعب، من الذي سيتحدث؟ الحكومة لا يمكن أن تتحدث، أو كوادرها أو الموالين لهذا النظام يقولوا كل شيء على ما يرام. فلذلك أنا يعني تقديمي لكل هذه المعلومات ونشر لهذه الصور ليس تشفي من أحد، إنما أريد أن أطلع المواطن الإريتري أو هؤلاء الذين يعني يريدون أن يهرولوا إلى إريتريا وإعلام مركز على أساس لابد أن نعود في وطننا وإعادة البناء. ما في شيء يبنى في إريتريا، لأنه بعد 33 سنة يعني حكومة عجزت من توفير أبسط يعني متطلبات الحياة. والمياه هنا طبعا حسب ما نشرت في صفحتي أقول المياه، التعريف بالمياه هنا هو يعني جزء من حقوق الإنسان. يعني أنا لم أطالب الحكومة أن توفر للمواطن الإلكترونيات أو يعني الأدوات الفاخرة، أساس البيوت. لم نتحدث، نحن أبسط الحاجات توفير المياه والكهرباء، وحتى المواطن العادي، حتى يعني الأسرة البسيطة لتتمكن أيضا من توفير كل هذه الاحتياجات للأطفال. يعني هذا هو كان حديثنا،
نعتدي على أحد ولم نتطرق في كل هذه. إذا يعني الموضوع الثالث يعني أثار أيضا غضب الناس، ولا أريد أن أعلق على ما كتب في حق طبعا كشخص ناقل. وأنا طبعا يعني لما نتحدث عن حرية الصحافة لابد أن أقرأ يعني قوانين حرية الصحافة والدساتير أيضا التي تتعامل في العالم، كيف يعني تنظر إلى حرية الصحافة. فوجدت الأغرب أنا بما أنني أعيش لأكثر من 3 عقود هنا في ألمانيا، لابد أن أستعين بالدستور الألماني وباعتبار أحمل جنسية هذا البلد، دون أن يعني أتخلى عن هويتي الإريترية وثقافتي ولغتي وديني كإريتري، أبدا لم أتخلى عن ذلك. فهنا يعني أودحت أيضا أو نقلت ترجمت من اللغة الألمانية للغة العربية يعني المادة الخامسة ماذا تقول في الدستور الألماني؟ يعني هي تضمن لأي مواطن بدون تمييز، وأقول مواطن ليس بالضرورة يكون هذا المواطن ألماني الجنسية أو المولد، إنما طبعا حتى المهاجرين الذين يعني يعيشون في ألمانيا بإقامة أو أتوا للدراسة، كل هؤلاء يعني تشملهم هذه المادة. التعبير عن الرأي ونشره يعني بالصوت والصورة إلى المشاهد أيضا، هذا حق مكفول لكل مواطن حسب الدستور الألماني. وأنا طبعا استفدت من هذه المادة. وهناك طبعا ليس يعني بشكل مطلق، إنما طبعا هناك في ضوابط أيضا، عدم الاعتداء وعدم يعني التشهير بالآخرين وعدم الكذب أيضا في نشر المعلومات. فلذلك أنا دائما أستند عندما أنشر مادة معينة، أستند على المعلومات، أقرأها وأخزنها أيضا، إذا لعل وعسى لو أراد شخص أن يستفسر حتى أرد عليه يعني بالمعلومات الصحيحة، أو لو يعني شعر بأنه يتأذى أو يعني تسبب له يعني نشري للقانون الألماني إلى أضرار يعني معنوية أو مادية، فلذلك يستطيع يعني أن يغادينا أيضا. وهنا أنا يعني من حقي كصحفي يعني بالإشارة إلى المصدر. طبعا أنا أشرت إلى الدستور الألماني والمواد المنشورة حرفيا أيضا ترجمتها إلى اللغة العربية. إذا الآن ما هو المطلوب؟ قبل الإطالة حول هذا الموضوع، المطلوب أنه تكميم الأفواه. هذا يتعارض أيضا بالقانون الألماني. هنا لا يستطيع أحد، حتى لو كان رئيس الدولة هنا، لا يستطيع أن يكمم أفواه الناس أو يمنع الصحفيين من التعبير عن رأيهم، لأنه طالما يعني لأن كل الشعب الألماني وتعداد سكانه أكثر من 80 مليون نسمة يتقيد بهذه المادة. لا يستطيع يقول أنا يعني رئيس وأنا برلماني وأنا مسؤول وأنا لا, لا، هذا كله لا يعني لا يدخل في العملية الحسابية. طبعا هنالك أنت عليك كمواطن مقيم أو مثلا حاصل على جنسية من أصول أي بلد، كان إريتري أو إثيوبي أو كان يعني تركي أو ألماني أو إسباني، كل ذلك ينطبق عليهم هذا. فأنا أتقيد بهذا الدستور ولا أتقيد، لأنه طبعا لكنت أتقيد أيضا كمواطن من يعني حامل على الجنسية الألمانية إنما من أصول إريتريا. لو هنالك في بلدي دستور لكنت أحترم يعني، لأنه طبعا الحكومة لو تتصرف بموجب دستور يعني أجازه البرلمان ولكن تم تعطيله، كنت أتقيد أيضا بأدب الحوار والقانون الملزم. لكن هنالك يعني مجموعة يعني فئة أو نخبة معينة تتحكم. وأنا طبعا اليوم نشرت مقالة أيضا، هنالك دولة عميقة في داخل إريتريا، فلذلك التصدي هي طبعا تستبيح كل شيء في سبيل المصلحة اللي هي تؤمن بها. فأنا الآن يعني اليوم الهدف من تقديمي هذه الجزئية المعينة جدا عشان أبسط للمشاهدين والذين طبعا يتضايقوا من نشر. لا يستطيع لا تستطيع أي حكومة من حكومات خارجية أن تفرض رأيها على مواطن مقيم وحاصل على جنسية البلد. أنا طبعا هنالك يعني إذا أخطأت طبعا البلد الذي أعطتني هذه الجنسية والبلد اللي أعيش فيها، طبعا إذا خالفت قانونها هي طبعا يعني لا تتركني ولا ثانية واحدة. الناس ستتخذ ضد الإجراءات القانونية. فلذلك أنا ما أعرف لماذا حكومة الأمر الواقع في أسمرة
والموالين لها يحشرون أنفهم في أشياء لا يستطيعون. يعني أنا الآن يعني ما أريد أن أكرر ما ما أتاني من رسائل ولا ما أقرأه الآن في التعليقات. يعني كل إنسان يستطيع أن يدخل في قناة قلد أو قناة القرن الأفريقي ليشاهد يعني الخلل، الحالة النفسية الذي تعيشها يعني عناصر موتورة ولا تؤمن إلا بشيء واحد. طبعا يعني ينظرون أن الجبهة الشعبية هي تحكم العالم ولها الحق في سبيل يعني أن تمنع المواطن الإريتري من أصول إريترية وحامل جنسية أمريكية أو فرنسية أو ما، لا، هذا لا يدخل في حساباتهم. يقول هذا الرجل علينا أن نمنعه ونسلط عليه الأدواء في سبيل مضايقته. طبعا هذول الناس لا يلتزمون بالقانون. الرسالة طبعا اللي كتبها اليوم يقول يعني يوجه يعني همش هذا الشغل أو اتخذوا إجراء جده، يعني هذا باللغة التقريبية. فكل ما يعني الآن يسبب كل القلق، لماذا هذا الرجل يكتب باللغة العربية؟ لأن اللغة العربية يعني هي اللغة السادسة، والدوائر الدولية تتعامل بها في الأمم المتحدة هي اللغة السادسة أيضا. فلذلك القلق لماذا لا يكتب بالتقرية؟ لأنه أنا أستغرب يعني كنت أعتقد أن الإريتريين الذين أو معظم الموالين للجبهة الشعبية لا يجدون اللغة العربية، فجأة يعني يقرأوا ما أكتبه باللغة العربية ويردوا باللغة التقريبية. إذن يعني أنا لا يستطيع تقرنة المجتمع الإريتري بالقوة. هذا قد يجوز جائز في الداخل، لكن لا يستطيع تطبيق هذه النظرية أيضا في مواطن يعني من أصول إريترية أو إريتري. يعني يفرض عليه الآن أن أنا أتقيد بقانونه وهو يعني أخاطب الناس باللغة التقرينية. لا، أنا أكتب، أنا أجيد اللغة التقرينية كتابة ونطقا، وأجريت عدة حوارات احتراما إيماني طبعا لأنه الشعب الإريتري يجب عدم تقسيمه على أسس طائفية ودينية وقبلية، إنما طبعا هو شعب واحد. فالتعايش بالنسبة كان يعني من حيث المبدأ كان الهدف اللي من أجله حملنا السلاح. والاستعمار الإثيوبي عندما همش اللغة العربية وضايق المسلمين في حياتهم المعيشية، طبعا الناس هاجرت. فلذلك الآن إذا أعادوا الكرة أيضا ويعتقدوا بأن هم يعني كل شيء انتهى وخلاص انتصرت الفكرة الذين طرحوها في نحن وأهدافنا وخلاص، الآن يعني لا يستطيع أحد أن يفتح أن يتحدث. أنا طبعا أتحدث الآن ليس من أجل أن أصل للسلطة، لأنني أنا يعني من البداية في كل حواراتي أوضحت بأنني لست معارض ولا موالي لهذا النظام، لأن هذا النظام حتى أواليه هو نظام غير شرعي لم ينتخب من الشعب الإرثي. ولكن الآن من موقعي أنا ويعني كمواطن إريتري أستطيع أن أعبر عن رأيي. أنا طبعا لا أتعدى على أحد ولا أهاجم أحد، إنما أقول هذا خطأ. لذلك سياسة الجبهة الشعبية منذ البداية بنيت أو يعني التأسيس كان تأسيس الجبهة الشعبية يعني كان خطأ. واليوم أنا أشكر أحد المعلقين، هو إريتري لكن يعني يبدو أنه ثقافته يعني تقرينية جدا، لأنه كل الشعب يعني الآن عليه أن يتعلم اللغة التقرينية، فلذلك لا يستطيع أن يعبر برأيه باللغة. حتى لو كان اسمه، حتى لو كان مسلم الآن يعبر باللغة التقرينية، لكن شاكرا له مع ذلك. اليوم قبل أن أختم هذا البرنامج على عجالة، قال حمدان ينتمي للجزء الأول من قوات التحرير الشعبية يعني. وعرف أيضا وقال القسم الثاني ب من قوات التحرير الشعبية هو مجموعة عالة. وذكر بأن حمدان رفض تسليح مجموعة عالة ومن أجل ذلك ترك الثورة الإريترية. أنا أكون شاكرا لهذا الشخص، لأنه طبعا أنا ذكرني بهذه الجزئية جدا يعني. والآن طبعا سأعيدها كما هي. في شهر يعني اللي هو فبراير، الشهر الثالث من عام 1971، احنا طبعا تم اعتقالنا في نوفمبر 1973.
69 بعد انفذاج مؤتمر أدوبة ب3 أشهر. وتم الاحتفاظ بنا أو اعتقالنا، يعني يسميها الإنسان كما يشاء، أكثر من سنة و3 و6 أشهر، اللي هو طبعا يعني أكتوبر شهر يعني في عام 69 إلى فبراير عام 71، يعني سنة و3 و6 أشهر. بعدها طبعا بعد طريقة مفاوضات، لأنه يعني الجبهة انقسمت إلى عدة تنظيمات: قوات التحرير، مجموعة الشهيد أبو طيارة، مجموعة عمر دامر، مجاميع كثيرة جدا يعني حصل تفككت الجبهة. فلذلك طبعا يعني نحن مجموعة عوبل أتوا للإفراج عننا، لأنه بقصد إنه طبعا لو إذا تم الإفراج عننا عن طريقهم، طبعا هم كان بحاجة إلى مساعدة من الشهيد عثمان صالح سبي. هم كانوا ينظروا إلينا نحن أولاد منطقة البحر الأحمر، فيتأثر باعتقالنا أو بالإفراج عننا، طبعا سيتجاوب مع من يفرج عننا. وتم الإفراج عننا، ثم بعدها عن طريق برسودان زملائنا أو رفاقنا في السلاح، اللي هم طبعا الجانب الأول مجموعة سدوح عيلة برئاسة المناضل محمد علي عمرو، أرسلوا وفد برئاسة الشهيد إبراهيم عافا إلى برسودان، ومعه طبعا الشهيد أحمد عمر حسب الله وعدد كبير أيضا من المناضلين القدماء. حملوا إلينا رسالة. هذه الرسالة يعني سلمت للشهيد عامر طاهر شهابي معنونة باسمه أيضا، يطلب من أعضاء القيادة الستة اللي كانوا يعني قضوا في الاعتقال مدة طويلة جدا للتوجه إلى الميدان عاجلا. فنحن طبعا لم يكن أمامنا خيار جدا حتى نقول نرفض هذا الطلب أو لا. وكنا يعني شوقنا أيضا إلى المنادلين وللتعرف على ما حدث بعد اعتقالنا. طبعا بادرنا، لبينا الدعوة واتجهنا إلى الميدان كلنا، يعني شهيد شنيتي، عامر شهابي، صالح كيكيا، الشهيد إبراهيم جميل، يعني مجموعة الستة كلنا أيضا توجهنا إلى الميدان. هنا يعني بعد وصولنا إلى الميدان التقينا بالمقاتلين القدامى، على رأسهم المناضل محمد علي عملو، وتبادلنا وجهات النظر والآراء، لأنه نحن يعني كنا غايبين عن الأحداث. فشرحوا لنا ما اضطرهم لمغادرة الميدان وتأسيس قوات التحرير الشعبية بمنهج بفكر جديد. وأيضا وشرحوا لنا يعني أنه طبعا النظرية الجديدة الآن الفكر اليساري والأرجح، ولا بد أن نغير تفكير الإنسان الإريتري، بدلا من أن نتقاتل من أجل قبيلة، من أجل الإقليم، يكون فكرنا موحد. كل هذا طبعا استمعنا إليه استماع بشدة. وهنا في هذه الفترة، لكن طبعا بطريقة غير مباشرة، وجهت لنا دعوة أو تبسيط فكرة تأسيس يعني حزب جديد أو فكر جديد. فأنا يعني من الذين رفضوا جملة وتفصيلا أولا أن أنتمي لأي حزب بعد المعاناة وبعد التجربة اللي مررنا فيها. يعني كان هدفنا والهاجس الذي يعني حتى ونحن في المؤتمر إصلاح الخلل، وليس يعني تنط من السفينة وتأتي بأفكار جديدة جدا. هذا طبعا أنا قاومت من البداية. فالحوار استمر أكثر من أسبوع تقريبا، وبعدها يعني اللي هو في يوم 4 شهر 4 أذكرها تماما 1971، يعني كل الكوادر يعني الذي كانوا من حولنا وكنا معهم نحن ضيوف اختفوا فجأة، تركونا مع قادة الفسيلة والقادة يعني الموجودين في قوات التحرير الشعبية الذين أتوا مرهقين من الدنكالية. فسألنا طبعا يعني أحد الأخوة، قلنا أين ذهبوا؟ قالوا في اجتماع ما دعوكم. يعني استغرب الأخ اللي الشهيد علي الزبوي الله يرحمه لما سألناه هذا السؤال الغريب، قال أنا قدمت لهم المياه والفطور اليوم الصباح، ولكن استغربت عدم وجودكم يعني في هذا اللقاء. قلت له بعدين هو ذكر يعني ضمنا الله يرحمه، قال حتى سياسة فورقة أيضا موجود مع المجموعة. فنحن لم نرد على هذه الأشياء، لكن بعدها
بيومين عادوا إلينا يعني، ورشح هذا الخبر من، أنا لا أريد أن أسمي الأفضل، ممن اجتمعوا ممن شاركوا، قال هي تجربة يعني نريد أن نشوف يعني نهايتها. تم تأسيس حزب الشعب الثوري الإريتري، وقادته طبعا أسماء ذكروها لنا، كانوا معنا طبعا، هم رفاقنا كلهم، كل القائمة. ومن أهداف يعني هذا التنظيم هو تغيير التفكير الموجود، التفكير سموه بالبدائي يعني القبلي، كل ذلك. إذا أنا طبعا يعني قلنا نحن اتركونا الآن يعني مرهقين، ومعظمنا طبعا بحاجة إلى علاج، فكان من المفترض يعني نذهب إلى أي بلد خارج السودان. طبعا يعني من الصعب أن تبقى مع المشاحنات اللي كانت موجودة، فقررنا طبعا يعني قلنا لهم أن نأتي أو نطمئن على رفاقنا، ونشكرهم أيضا على مطالبتهم بالإفراج عننا، ودخلوا في متاهات كثيرة جدا في سبيل يعني كانوا متأثرين جدا بسبب نحن رفاقهم. طبعا يعني كنا نقول بعد الأجهزة، جهاز الرحبة، جهاز المالية، أنا جهاز الطبي، كلنا يعني كنا في مواقع يعني المسؤولية في الوحدة الثلاثية، وقبلها في المناطق أيضا. فلذلك نحن يعني أتينا عشان نشكرهم على كل ما قدموه من أجل إطلاق سراحنا أيضا. وبعدهم اعتقل في سبيل المطالبة بين الشهيد موسى إبراهيم باقر وعثمان شعبان. دول لم يكونوا أعداء في القيادة العامة، يعني عثمان شعبان نعم، لكن اعتقلوا بعدنا مباشرة، لأنهم كانت ضمن مجموعة تسأل عن مكان الاعتقال حتى يستفسروا من القيادة العامة السبب الذي جعلهم يعني يعتقلوا رفاقهم. إذا في هذه الفترة يعني بعد أسبوعين طبعا تحركنا من جبل قدم إلى منطقة معينة جدا، أنا الآن لا يحضرني اسمها، طبعا في منطقة أراضي منسع. فهنا طبعا ظهر سياسة فورقي مع مجموعة، وأنا كتبت وتحدثت عنها الكثير طبعا. يعني من جبل عالة، هو اجتمع مع المجموعة في قدم وعاد إلى عالة، ثم أتى بمجموعة يعني من حيث العدد كانوا 10 أو 12 شخص. وهنا أعادوا الكرة، واجتمعنا في اجتماع مع قيادة قوات التحرير الشعبية برئاسة محمد علي عمر والشهيد رمضان محمد نور، يعني كانوا عدد، الشهيد علي سيد عبد الله، كل هؤلاء الذين كانوا، والأمين محمد سعيد، اجتمعوا بنا طبعا في أذكر في في المنطقة، وأعادوا الكرة. الزميل محمد علي، المنادل محمد علي عمر، وقال الآن طبعا السياسي حضر له مطلب معين. قال يعني هو يعني، وهو قال أنا يعني أتفهم المخاوف للإخوة يعني المسيحيين، لأنهم طبعا فقدوا الثقة، حصلت اغتيالات واعتقالات عشوائية جدا في أيام المناطق، وبعدها في القيادة العامة الآن يعني تتصيدهم. فلذلك هم الآن يريدوا يعني فترة زمنية حددت بستة أشهر أن قوات التحرير، هو طبعا معنا في قوات التحرير ضمنيا من البداية، كان يعني معنا، لكن ظروفه لم تسمح، بقى هنا في المنطقة، ونحن ذهبنا إلى عالة، والآن أتى ليجدد عهده مع أنه هو يعني عضويته في قوات التحرير الشعبية. فقال الآن نحن قررنا أو نريد يعني أن تكون قوات التحرير الشعبية ألف، المجموعة اللي أتت من سدوح عيلة تكون تسمى بمجموعة ألف، ومجموعة عالة تسمى بمجموعة ب. قوات التحرير يعني تنقسم إلى قسمين. هنا لماذا شكرت الشخص الذي ذكرني في تعليقه بهذا العمل؟ أنا نعم كنت ضيفا وليس عضوا، ضيفا في قوات التحرير الشعبية، ولم أعلن عضويتي، لأننا من البداية قلت لهم إحنا القيادة العامة اعتقلتنا، وأطلقوا سراحنا مجموعة عوبل، لكن لم يذكروا لنا الأسباب الذي من أجلها تم اعتقالنا كل هذه المدة. و... ونحن الآن، أنا من حيث المبدأ طبعا إحنا لازلنا أعداء قيادة، أن انتخبنا من قبل 160 منادل من مناطق من خمسة. وأنا دائما البعض تأثر عندما قلت إذا هنالك مؤتمر يعني كامل الشرعية
والنساب القانوني فيه اكتمل هو مؤتمر أدوبة. بعد ذلك اجتهادات يعني قوات التحرير الشعبية، مجموعة نخبة معينة تتفق في شيء وتطلق اسم معين، وقوات التحرير الشعبية كذلك، والجبهة الشعبية أيضا. كل هذه تنظيمات شللية أو يعني نخب مقتنعة بفكر معين تطلق. وهنالك عدد كبير جدا بعدها، بعد انفضاد، بعد يعني أدوبة، طلعوا أكثر من 20 تنظيم يعني، ولا زالوا الآن يراوحون مكانهم، لا أعرف وصلوا 20 أو 30. إذا بعد هذا النقاش كان طبعا يعني في هذا النقاش نوع من الحساسية عندما تسمى الأشياء بأسمائها. يعني من مطالب سياسة فورقة كان أنه يمنحوا قوات التحرير الشعبية تفتح المجال لمجموعة عالة، بحيث أنهم يتم تسليحهم، ويكون يعرفوا أيضا مستودعات قوات التحرير الشعبية، حتى مثلا يعني إذا اضطروا لينهلوا منها طبعا، لأنهم يعني جزء من قوات التحرير. وفي الحصص عشان يكون حصتهم برضو يعني محفوظة من المساعدات اللي تأتي من الخارج. فالآن عشان يعني أنا سمعت كثير من التعليقات قالوا حمدان رفض لأن هم مسيحيين وما لا لا لا، أنا أصحح هذه المعلومة وحافظ هذا الموضوع. أنا لا أقرأ الآن من الوثيقة، إنما قاعد أستحضر معلوماتي من ما اختزن في ذاكرتي. قلت لهم طبعا الآن هذه المبررات، أولا القيادة العامة أو في عهد جبهة التحرير الإريترية في الثورة المزالم طالت كل الناس، لم تقتصر يعني إذا قتلت القيادة العامة شخصين أو ثلاثة ويذكر أسماء لا أريد أن أكررها الآن، قتلوا فلان وعلان، ومن المنطقة الخامسة أيضا ثلاثة أربعة. إذا الجرائم اللي ارتكبت في عهد الثورة هذا طبعا لم يأتي وقتها، وأنا لست قاضي حتى أرفع قضية أو يعني أتحدث عن هذا الموضوع. إنما طبعا كانت جرائم كثيرة ارتكبت في حق المناذلين، اعتقال وتصفيات، كلها كانت تتم بالقفاء، ولم يسمع عنها حتى يومنا هذا أحد. فقلنا طبعا هذا الموضوع أنا طبعا ما قلته الآن أكرره. أولا عملية يعني تقسيم قوات التحرير الشعبية، أنا من وجهة نظري لم أتحدث باسم الآخرين، باسم ده خطأ، ونتائجه حتكون وخيمة. لأنه طبعا حبذا لو بيحصل القوتين، مجموعة عالة ومجموعة سدوح، إلا لو ننمو مع بعض بصرف النظر عن الانتماءات القبلية والطائفية، إنما نكون يعني نعاضد بعضنا البعض وننمو مع بعض ونتقوى مع بعضنا البعض بدل هذا التقسيم، لأن العدد لا يشجع. السياس معه 19 شخص، وأنتم كل المجموعة اللي أتت مرهقة بعدهم استشهد في صحراء دنكاليا 400 شخص. وأمامكم الآن طبعا القيادة العامة تترصد خطوات هذه القوى، فلذلك لا يمكن لا هو ولا أنتم تستطيعوا أن تسبدوا مع بعض. إذا هنالك تجنيد سواء كان يقوم به السياسة والآخرين أيضا، كل هذا يعني القوى تنمو مع بعضها البعض، ونتجنب الوقوع في أخطاء. طبعا الآن هناك عندنا أكثر من تنظيم يعني عشائري قبلي، يعني ما أسميهم الآن بالأسماء، نضيف عليهم الآن تنظيم طائفي. أنا قلت يعني هذا مهدد للوحدة الوطنية في المستقبل. هذا الكلام اللي قلته أنا أكرره اليوم بدون أي مجاملة لأحد. أنا لم أقل أمنع التسليح، إنما أقول هذا من الأساس تقسيم قوات التحرير الشعبية، اعترضت عليه. هذا من ناحية. الناحية الثانية يقول ترك الميدان أنا لم أترك الميدان. لو أترك الميدان أنا ورفاق المعتقلين لكانت حدثت كارثة. لأنه طبعا حيقول طبعا الآن انشقاق جديد جدا، مجموعة القيادة العامة انشقوا أيضا القضية طبعا الأساسية بالنسبة لنا كانت أنه حتى لا ينمو تنظيم. أنا بعدين قلتها بالحرف الواحد، وربنا حيسألنا عن هذا الكلام، للمناضل محمد علي عمر، وقلت له يوما من الأيام ستسأل، أو التاريخ حيسألك عن هذه الخطوة اللي أنت قاعد متخذها. قلت له أنت قاعد تبني الآن قوة طائفية يعني وأنت متعمد عارف. فرده طبعا مشكورا حتى لا أظلمه أيضا، قال نحن إذا الجماعة دول، قلت له في خلال 3 أشهر أو 6 أشهر السياس بإمكانه أن يجند 1000 مقاتل، لأنه طبعا هذه ثروة لا زالت لم تستهلك، اللي هو طبعا مجموعة المرتفعات معظمهم كانوا مرتبطين بالكوماندوز
وبالنظام الإثيوبي، فلذلك لم يأتوا إلى الثورة. لكن شافوا التغييرات اللي كانت تحصل في إثيوبيا، فلذلك لابد أنه هذا لما يقول لهم أنا عندنا الحين تنظيم خاص بنا نحن عشان نمنع أمجادنا، والوثيقة هذه طبعا وزعت، يقولوا نحن أهدافنا نحن كمسيحيين، هذه تخاطب المسيحيين لم تخاطب يعني الشعب الإريتري. فلذلك هذه يعني كثيرين يعني اللي كانوا كولونيلات واللي كانوا يعني جنرالات في الجيش الإثيوبي يعني تجاوبوا مع هذه الوثيقة وأتوا إلى مجموعة عالة وتقوى. والقضية هذه أنا مشتركة الميدان لم تستمر 3 أشهر. هذا القرار اللي اتخذه محمد علي أو قيادة قوات التحرير الشعبي لم يصمد 3 أشهر، بدليل احنا بقينا يعني أكثر من 6 أشهر. وأنا ذكرتها أيضا مع الشهيد إبراهيم عافا، يعني بطلب منه، قال أنتوا لو مشيتوا طبعا الجنود معنويا الآن كانوا يطالبوا بإطلاق سراحكم، معنى كده حتكون في خلل، ونحن يعني مجموعة صغيرة الآن يعني كثيرة جدا، لو أنتم ذهبتوا ربما كلهم يذهبوا وراكم، لأنه طبعا هذول ما مقتنعين بهذا الفكر اللي مطروح الآن، الماركسية واللينية والماوية، ده ما يعني ما يعني مستائين جدا بعدين مع كل الظروف، لأنه لم يطلعوهم على ما تم في هذا المؤتمر، إنما طبعا يعني مؤتمر سري، ويريدوا أن يقيدوا مجموعة جديدة جدا من وراء الكواليس. بعد 3 أشهر أنا ذكرت هذا للمرة العاشرة وكتبت، طبعا الكتابات ما تقرأ أحيانا. في معركة سبار قمة الشهيد أحمد عمر حسب الله جرح، وبما أننا أنا كنت طبعا في الجهاز الطبي ملزم على أساس يعني مساعد الأخ الشهيد أحمد حسب الله في قطع النزيف، وكانت يعني شبه يعني يده مهددة أنه تقطع، ولا يعني كانت الإصابة صعبة جدا. فالشهيد إبراهيم عافا اقترح، قال لابد أن نوصل أحمد حسب الله إلى السودان، وأنت لازم تمشي معنا باعتبارك أنت اللي حتعالج هذا الشخص لحد ما نسلمه المستشفى. فتوقفنا، طبعا كنا نغير في كل قرية الجمل عشان ليحمل الشهيد أحمد حسب الله. فوصلنا إلى منطقة شعب، كان الشهيد عمنا باريوغين الله يرحمه هو رئيس اللجنة الشعبية في شعب، فأمن لنا الجمل بعد المؤن جدا لنتحرك إلى اتجاه السودان. فأخبرنا بأنه المناضل محمد علي عمر يوجد في منطقة معينة جدا قريبة من شعب، فحبذا لو تسلم عليه، وذهبنا إليه طبعا. فقالها بالحرف الواحد، قال خلافاتنا وفي وجهات النظر يعني بالنسبة يعني وحديثك كان مبرر. هذا الرجل الآن 3 أشهر ونخاط هو كرئيس قيادة مجموعة قوات التحرير الشعبية محمد علي عمر، وكان هو الرئيس. يعني المفروض سياس، حتى لو صار قسم ثاني كان المفروض يؤتمر لتعليمات محمد علي عمر. فقال كنا متفقين أنه كل 3 أشهر نجتمع حتى يعني ندع استراتيجية جديدة، أو يعني لنصل أين وصلت يعني عملية التجنيد واحتياجات القوى الجديدة. قال هذا الرجل يعني عدة رسائل استلمها ولم يرد علينا، فلذلك هو لابد أن يكون له برنامج خاص به. الآن قال لابد أن نتدارك هذه الأمور وننسى خلافاتنا وما إلى ذلك، والآن لابد أن إحنا الآن في وضع يعني لا نحسد عليه. فافتكرنا أن إحنا بحسن النية طبعا وقافلنا ووافقنا في كل الطلبات، ولكن قلت له هذا النتيجة. طبعا أنا لا أريد أن أنا أتفاخر وأقول أن أنا أفهم محمد علي عمر، بالعكس كانت أجندة، وأنا قرأت عندما أكون أتصدى لكل الأفكار هذه قرأتها، يعني لا أريد أن أذكر الأسماء، قرأت وثيقة نحن وأهدافنا باللغة العربية وأنا في الميدان. لكن الكشف عن هذا يسبب يعني هو يعني يسبب خطورة. أنا طبعا طلعت من المعتقل، لا أريد أن أتعرض لاعتقال مرة ثانية. مع ذلك دخلنا مع الشهيد محمد أحمد عمر حسب الله، هو اتجه يعني إلى الكويت وبعدها إلى لندن، والحمد لله تم معالجة يعني الأمر. لكن
شبه يعني شلل في يده اليسرى، وأصر بعد ذلك عاد إلى الميدان واستشهد في الميدان. هذا ليست الآن القضية الرئيسية. إنما طبعا برضو أنا يعني بعد دخولي مع الشهيد حسب الله، يعني الشهيد محمد سعيد ناود اقترح على أساس أنه أذهب للسعودية للاستراحة أو يعني بحث عن العلاج، ولكن السعودية طبعا تحتاج إلى إقامة وإجراءات تانية جدا. فلذلك يعني أيضا الشهيد عثمان دندن في جدة، يعني بارك الله فيه والله يرحمه، دبر لي السفر، يعني طلع لي الجواز الصومالي و... وطلب منا أن نسافر إلى بيروت لأن هناك فرص متاحة جدا للعلاج. فمشيت إلى بيروت والتقيت بالشهيد عثمان صالح صبري، شرحت له كل المعطيات وكل حاجة. طبعا هو كان متفاهم للموضوع اللي حاصل، لكن قلت له الآن بصرف النظر عن خلافات داخل قوات التحرير الشعبي، إنما هنالك يعني كل ما تملك قوات التحرير الشعبية من مؤن وذخائر استهلك. سموها معركة العبور من دنكاليا. طبعا الجيش الإثيوبي كان يحاصرهم وقصف بالجو، فاستشهد عشرات يعني أنا سميتها معركة العبور من دنكاليا إلى جبل قدم، ثم بعد ذلك الانتقال إلى شعب ومناطق أخرى. فقال الآن يعني بيتحججوا أو قيادة قوات التحرير الشعبية في كل يعني ما استمعت إليه وما دار من نقاش بيننا، يقول أنه الشهيد سبي خذلنا ومنع عننا المساعدات. والآن طبعا نحن يعني نعتمد على الذات، يعني ما عندنا الإمكانيات حتى مثلا نواجه القيادة العامة، إنما نتجنبهم قدر المستطاع إلى أن نشوف حل آخر أو يعني مساعدات من دول أخرى جدا. فصب أقسم قال أنا لم أمنع من أحد، أنا أترجى حيث يأخذوا، يعني لأنه قال حتى الوضع في جنوب اليمن في عدن طبعا يعني الحكومة كانت مهددة، كانت في صراع داخلي بين الحكومة اللي كانت الحكومة اليسارية في عدن اللي طبعا في الحزب يعني. فلذلك قال قد يعني يصادر هذا الشيء إن لم نستعجل في نقله إلى الميدان. فقال طلب مننا أنت برغم من يعني معاناتنا ومرضنا كده، هذا كان في عام 1972 شهر 8، أنا لم أهرب كما قال، يعني قال بعدها مشى، يعني هذول يبسطوا القضايا كما يريدوا. فطلب مننا مع أنا والشهيد إبراهيم جميل لنسافر إلى عدن أو جزيرة كامران وننقل كل مقتنيات المخزون التابع للثورة لقوات التحرير الشعبية. كانوا معنا طبعا مجموعة كبيرة جدا، الله يرحمه علي معتوق نائب المنطقة الرابعة، والبن كيل كان وزير أيضا في حكومة توفى قبل فترة جدا. وعدد كبير من المقاتلين كانوا يعني لم يتمكنوا من العبور لأنه كانت الزوارق أو الصنابيق يسموها التعجبة كانت متوقفة من أجل يعني إيصال هذه المؤن اللي كانت موجودة للثوار. استأجروا يعني صندوق كبير جدا أو صندوقين، ونقلنا كميات كبيرة جدا من المتوفر في المستودعات بدون التفاصيل. فأتينا أيضا مرة ثانية اجتمعنا في الشعب، كان إسياس أفورقي ومحمد علي عمر وكل القيادات كانت موجودة. هنا طبعا حشوف الفكر يعني يعني قالوا أن حمدان ومجموعته أتوا بإمكانيات هائلة جدا من الأسلحة والمؤن والمال في سبيل يعني عشان نعمل انقلاب ضد قيادة قوات التحرير الشعبية ونتولى نحن السلطة. يعني مجموعة سب يسموها أتت على أساس يعني تقلب الوضع، لأنه دول الناس يمينيين وما يريدوا المسيحيين ما إلى ذلك، كل هذه المسميات. فحاولوا على أساس أنه طبعا كان ما رشح أنا ما فهمته لابد أن يعتقل ويتم معهم التحقيق. فأنا طبعا شخص يعني أو مجموعة طلعت من المعتقل لمدة 6 شهور عشان لمساعدة رفاقك وتعود إلى المعتقل. طبعا هذا يعني كانت قمة المأساة. يعني طبعا أنا لما نقول الآن يعني نحن جنينا على نفسنا وليس السياسي هو الذي جنى علينا،
دي حقيقة طبعا لا يريد البعض منا أن يقبلها. طبعا أنا عندما أتحدث يولد يعني مرارات عند البعض، لأن الواحد ينظر إليها بمنظار إقليمي، بمنظار قبلي، بمنظار عشائري، كل ذلك. أنا لكن أتحدث هذا هو التاريخ، لا يستطيع الواحد إخفاؤه. فلذلك طبعا كانوا معانا مجموعة العفر، ناس عبد الله علي وما إلى ذلك. الآن طبعا بعدهم سفراء دولة يعني العقد وما إلى ذلك، كانوا جنود. فهنا طبعا الناس احتجوا، أو في مقدمتهم طبعا الشهيد حامد اسمه عامر شهابي، قال له إيش ماذا هذا الكلام؟ قال الأمين محمد سعيد طبعا أدانوا هذا حتى مجرد التفكير في هذا الموضوع. كان هذا الرجل يعني غامر بحياته وهو مريض، لا زال يعاني من الملاريا وكل حاجة، وأتى إلينا حتى مثلا لأنه حجة أنه لأنه شاف أنه الودع عاش معنا ودخل معنا في المعارك، وشاف نحن عندنا قصر، يعني شحة الذخائر والمؤن وحاجات هذه. طبعا تحدث مع سب بأي كيفية، هو أغنى سب، هذا موضوع يعني يخصه، ولكن نحن الآن حصلنا على ما نريد. فما هو المشكلة؟ المهم عشان أكون يعني دقيق الآن في جسمه، الاتفاقية كانت إبعاد حمدان من الميدان، وليس أنا اللي تركت الميدان. هذه الحقيقة يجب أن يفهمها كل واحد. قالوا طيب كويس، الآن أنت الآن يعني، وهذا كان بطلب من قيادة الوحدة الثلاثية. قال يا أخي الرجل ده طالما يعني فيه عليه شبهات وهو جاي يعمل انقلاب وكل ذلك، ما نستطيع أن نعتقله لأن حتعمل ضجة، فلذلك علينا إبعاده من الميدان. والشهيد محمد علي ومحمد علي عمر فك الله أسره طبعا أصر، قال أنا أرافقه حتى يتأكدوا أن أنا طلعت من الميدان. رافقنا أيضا السياسة في ورقة حتى يطمئنوا أن أنا أخرج من الميدان. ووصلنا بعد يعني مسيرة طويلة جدا استمرت أسبوعين إلى خرطوم في منزل المرحوم محمد أبو القاسم. وأنا أرى بعد ذلك طبعا العزل يبدأ من بيت محمد أبو القاسم، لأنهم يتشاورون، وأنا طبعا يعني قالوا هذا الرجل ليس معني بقضايانا فالإبعاد. فمحمد أبو القاسم بكل أدب كان يقول لي شوية روح تفسح، جنينة القرشي قريبة جدا وتعود بعدين تتعشى معنا وكل زرع. أنا أصبحت من، فلذلك أنا أبعدت من الميدان، لا أترك يعني برغبتي أنا يعني. بعد ذلك أيضا للتأكيد هذا الكلام، أنا لحد عام 1975 كنت أتجول في المنطقة، أتابع في السودان، في بيروت، في سوريا، كل ذلك. يعني أنا رفضت أن أهاجر حتى أرى يعني، وتابعت يعني الحرب الأهلية بكل مرارة، وأنا موجود في المنطقة أيضا. بدأت هي بعد خروجي أنا، يعني هم خلاص أجتهم بدأوا الحرب الأهلية، القيادة هاجمتهم وهم هاجموا القيادة، لا أعرف كل هذه الكوارث. لذلك أنا الآن يعني كونه أنه وبعدت من الميدان، لم أتحدث حول هذا الموضوع ولم أتأثر به، لأنه في النهاية أنا حملت السلاح ليس من أجل قوات التحرير ولا من القوات الشعبية ولا من جبهة التحرير، إنما من أجل تحرير إريتريا. فقلنا طبعا إريتريا تحررت هو خير للجميع، وكان أمل الكبير أنه يعني نتجاوز هذه الخلافات كلها، وهذه المعاني قد تكتب يعني في الكتب وحتى يستفيد منها الجيل الجديد. ولكن طبعا حتى الكتابة أصبحت يعني، عندما تكتب الآن هذه المعلومات طبعا حتواجه مشاكل كبيرة. أنا كتابي الأول الثورة الإيريترية في الميزان يعني تسبب إلى أضرار كبيرة جدا يعني. هربت حتى من أقرب الناس إلي، طبعا قالوا أنت يعني تناولت حقائق جدا المفروض ما يعني. وهذا المشكلة، مشكلة الجبهة الشعبية، يقول هذه هي فعلا حقائق، لكن لا، كان لابد أن لا تنشر، يعني تموت بها زي ما كلهم يعني يأخذوا المعلومات كلهم في القبر معه. لذلك الآن يعني خلاصة الكلام، هؤلاء الذين يتأذون من هذا الكلام لأنهم يفتكروا أن أجندتهم نجحت، ولسنا بحاجة الآن لإعادة النظر في كل ما حصل أو الحديث عن كل ما سبق. فخلاص نحن نحكم، ولغة واحدة تكون سائدة. اللي عجبه يعجبه، اللي ما عجبه يشرب ماء البحر كما يقولوا. لكن هذا وهم، هذا الوهم. لما أقول هذا وهم لأنه هناك تجارب عديدة جدا. نحن طبعا ما منقطعين من الشجرة، نحن طبعا دولة إريتريا توجد بين الدول العالم، يعني عندنا أكثر من
مئات الدول الموجودة المنتشرة ولها عندها عضوية في الأمم المتحدة. حصلت هذا طبعا الإقصاء، سبب الحرب الأهلية في رواندا كان إقصاء الهوتو ضد التوتسي. مجموعة معينة جدا أو قبيلة محمد تريد أن تفرض إرادتها على الآخرين. ما في عدالة، ما في مساواة هناك، ينظر إليك كمواطن درجة الأولى. لتصحيح هذا الخطأ كلف الشعب الرواندي مليون قتيل على مدار سنتين 92 إلى 94. تكرر هذا الشيء طبعا. قبيلة واحدة تتحكم في الحكم في الصومال أيام الزياد بري أكثر من 30 سنة، كلف عشرات الآلاف من الضحايا بسبب. الآن طبعا حتى في مؤتمر عرتا توصلوا لقناعة الحكم يتم، بيسموها باللغة الإنجليزية 4.5. الأربعة قبيلة ونصف من نصف المهاجرين، يعني اللي هم من أصول زي ما عندنا نحن مهاجرين من تجراي، يعني زي دول يعني 4 قبيلة. اشترطوا أيضا في الاتفاقية بتاع مؤتمر عرتا أن الرئيس يكون من قبيلة واحدة، أن رئيس البرلمان من قبيلة ثانية، يعني الأمن كلها المؤسسات التشريعية كلها يديروها 4 قبيلة، لأن حتى لا يكون في قبن وظلم يراقبوا بعض. إذا الآن أنا لا أريد أن أذهب بعيد عشان أشوف يعني حصل إيش في دول تانية. طبعا ليبيا برضو حكم شخص واحد انفرد بالحكم أكثر من، قال أنا حكومة ثورة وخلاص صار إمبراطور. بعد وفاته أيضا دمرت، هو دمر يعني ليبيا. بعد وفاته أيضا الباقي طبعا نشوفه قاعدين، ما في اليوم حكومة واحدة، حكومتين، وكل قبيلة يعني تتمترس في منطقتها. إذا كان بإمكاني أنا بعد كل هذه المعاناة أقول خلاص أنا كفى، أنا الآن في العقد السابع من عمري، وأقول يعني ما دخلي بكل هذه المشاكل. أنا مقيم، عملت في كل يعني 30 35 سنة في ألمانيا، دخلت التقاعد، وطبعا هذا البلد فيها حقوق، يعني تدفع الضرائب ثم بعدين هذه الضرائب اللي دفعتها تعاد لك. التأمين الصحي متوفر، الدخل الشهري متوفر، ساكن الحمد لله في بيت يعني. فكل هذا طبعا كنت حأقول أنا أنزوي وأسكت، لكن وجدت أنه من العار. فطبعا الآن ما قاعد يعني أتحدث مجرد هواية أو مثلا عشان أحرض الناس ضد بعض البعض، إنما أقول يعني أختم حديثي هذا بشيء واحد. أنا عايشت عندما سرقت الثورة. هذه يعني كلمة شوية صعبة، لكن أنا عشت هذه الفترة وأعرف مراراتها، وأعرف الناس كثيرين يعني بسبب هذا الإجراء هذا، بأنه فصل قوات التحرير الشعبية على أسس طائفي وإقليمي. يعني كلفنا تقريبا حوالي 500 أو 1000 منادل تركوا الصح، ليس أنا طبعا، أنا لم أتركها طبعا، إنما طردت بسبب لأنه توجس بأن نسبي يعني مكلفنا أنا عشان أعمل انقلاب مع الآخرين. كلنا تركنا الثورة بسبب. إذا الآن من سرق الثورة يعني لم يتوقف على سرقة، ما يسرق الواحد يعني عشان استثمر أيضا مقدرات الشعب الإريتري في يده، القرار في يده، البلد ما فيها دستور، البلد ما فيها مؤسسات تشريعية، يفعل ما يشاء. فلذلك هذا طبعا بالنسبة للناس المتعلمين يعني ما يتحدثوا حول هذا الموضوع، إنما طبعا الأتباع أو مثلا يعني الموالين لهذا النظام يعتقدوا أن هذا البلد بلد قومية واحدة ولغة واحدة، واللي عجبه عجبه، اللي ما عجبه يمشي. لذلك أنا عندما تحدثت أيضا حديثي أسال القدم عندما قلت صراعنا مع الجبهة الشعبية ليس صراع سياسي، إنما هو الصراع الثقافي. وأذكر أيضا الآباء يعني من هو في جيلي، الأسباب اللي دعتنا لحمل السلاح. أنا في ستينيات القرن الماضي يعني عدد الذين هاجروا للدراسة إلى مصر، لم نسأل عن السبب،
الدراسة كانت موجودة ومدارس متطورة في إريتريا أيام الاستعمار أيضا الإيطالي أو الإثيوبي. إنما طبعا الإثيوبيين يعني ألقوا يعني اللغة العربية في برامج الدراسية. المكنن، كومبوني كوليج، كل هذه المدارس اللي كانت أنا اللي درست فيها بعد كده كانت في الفترة في بداية، وأنا يعني في الخمسينيات ونحن لسه أطفال لما التحقنا، كانت اللغة العربية إلى جانب اللغة التقرينية موجودة. لكن لم يلقي تعليم باللغة التقرينية. هذا كله خزعبلات الآن يقول لغتنا. لا لا لا، لم تهمش، هم همش اللغة العربية يعني هاجس كان يعني مسلط، لأنه قالوا دول المسلمين يعني تم تهجيرهم وإحراق قراهم. أكثر من 48 قرية أهرقت جدا. فلذلك كل الذين هاجروا في ستينات القرن الماضي هم يعني مجموعة واحدة، هم مسلمين. لا تجي يعني يحاول الواحد يعني يزور هذا التاريخ. والآن الخلاصة بعد 40 سنة يقول لك هذول سودانيين وليس إريتريين، هذول يمنيين. بكرة حيقولوا أنتم ألمان كمان ما عندكم أي هدف حق في إريتريا. خلاص وخلت البلد كما يريدوا. لذلك أذكر بما أنشر الآن يعني في الفترة الأخيرة. لو مثلا هم قالوا نحن سنحكم إلى ما لا نهاية، هذا من حقهم يعني يحلموا بهذا الشيء. لكن على الأقل يوفروا. أنا دحين ما في يعني واحد من أغربائي أو من أهلي، الوالد توفى في السعودية، الوالدة في القاهرة، أختنا الكبيرة توفت في السودان. الآن يعني نسيبنا المتزوج أختنا أيضا في مصر. كل الناس في أمريكا، يعني كل الأسرة كلها الآن مشتتة، وكل من يعني قاعد يموت في الخارج. فلذلك أنا ما عندي حاجة الآن أطالب. رفض على أساس نرمم بيوتنا في إريتريا. لذلك هذا استيطان واضح جدا. غيروا معالم البلد وأسماء القرى. أنا يعني القرية اللي أنتمي إليها طبعا يعني معروفة، 3 كيلومتر من مسوع اسمها حتملو سموها ندا عطال. أماتر سموها ندا تانيكا. يعني كل حتى المعالم تغيرت، ومسوع أصبحت مدينة الأشباح. يعني أساسا يعني طرد متعمد. وليس لو كان صدفة، لماذا ما تكون يعني أسمر زي ما يعني زي أسمر؟ لماذا ما تخلو من السكان؟ لماذا كل المدن والأقاليم عامرة، والمناطق المحددة هذه حرقيقو، مسوع، تملو، امبيرمي، عدا، كل هذا يعني هجر ما تجد أي واحد. لماذا؟ يعني هذا من حق الحكومة إذا كانت حكومة سورية تسأل عن هؤلاء الناس وتسهل إعادتهم. أنا عندما قلت 800 ألف إريتري يعني من ستينيات خن وتوالدوا الآن وفي الشتات موجودين في كل مكان، لماذا هذول الناس أغلق عليهم الأبواب للعودة إلى وطنهم؟ هذه القضايا اللي تجعلني لا أنام، وليس رغبة في الحكم ولا في المال إذا في أي شخص قدم لي مساعدة يتحدث يعني يقول لك من أي دولارات، مش هذا كله يعني الآن اليوم من أبخس يعني الأشياء اللي أنا قرأتها قبل شوية. قال هذا الرجل ربما تكون الويانة غزته. أنا الويانة وإثيوبيا موقفي واضح. هذا الشيء يعني أنا، لكن في نفس الوقت أنا عندما أقول الويانة هذا حزب توتات يعني ديكتاتوري قمعي، مثل ما هو الحزب الموجود في إريتريا. هو نفس يعني وليد، أو يعني ابن الجبهة يعني جبهة الويانة هي ابن الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، يعني ولده يعني كلهم يعني الآن. لكن أنا لا أريد أن نعمم الخلافات بين الشعوب، لأن الشعب الإريتري وشعب تجراي وشعب إثيوبيا هذول جيران، والشعب السوداني، كل هذه الشعوب يعني متداخلة أيضا وتتوالد من بعدها البعض. واليمنيين أيضا أخواننا كانوا عاشوا معنا. فخلاصة الكلام أن نستطيع هذه القضية لم تنتهي. هذه الرسالة اليوم الذي من أجلها أنا قاعد أقدم هذه الحلقة، هذه القضية لم تنتهي. لماذا أقول ذلك؟ اليوم الحرب القريبة مننا، طبعا السودان يعني التداخل الموجود بين الشعب الإريتري والشعب السوداني أكبر من التداخل الموجود بين الشعب الإريتري والتجراي ومش عارف. ذلك كلها أقاليم صغيرة جدا قاعدين بس هم يقدموا نفسهم وكأنهم هم الأغلبية في البلد، وهم يعني هذا الحديث يعني ثمانية قومية. لا يمكن أن تكون قومية واحدة هي أكبر من كل القوميات الثمانية ثقافة وتاريخا. الآن من سنة 1956
السودان يرابح مكانه بسبب التهميش، بسبب عدم تقبل الآخر، بسبب الضغط على اللغات وعلى التاريخ وعلى عادات وتقاليد الآخرين، لأنه قالوا لازم تسود لغة واحدة وثقافة واحدة ودين واحد. فلذلك هذا أدى إلى انفصال الجنوب. والآن طبعا دارفور مهددة بالانقسام، وشرق السودان أيضا لها عليها عيون من جهات أجنبية جدا لا أريد أن أسميها. احنا طبعا من يعتقد انه اريتريا مسانة، وكما يقول الان كل شيء على ما يرام، والتطويل هذا بالاغاني مش عارف حدا لبي وحدا حزبي، كل هذا خزعبلات. يعني هناك طبعا قنابل موقوتة يعني في اي لحظة تنفجر. هذه المعاناة أنا قاعد أتكلم مش عن معاناتي أنا، عن معاناة الأغلبية العظمى في إريتريا، طبعا تعاني بالقبن والظلم وصامتة إلى اليوم. لكن إذا فتح الباب، كانت في محاولات أيضا، في محاولة فورتو وقبلها أيضا عدة يعني محاولات سياسية وغيرها لم تنجح. لكن الكبت هذا يولد الانفجار كما حصل الآن، لأنه أنا ما أصنف هو صراع سياسي أو يعني خلافات في الدستور، لا لا بالعكس. الصراع الموجود في السودان هو صراع تهميش. المهمشين فاغوا الآن قاعدين يطالبوا بحقوقهم. ما تجي تفرض عليهم حكومة معينة وأنت بإخراج يعني من مجموعة شلة معينة جدا منتفعة انتهازية تريد أن تسيطر على إخراج مثلا كيف يحكم الشعب السوداني. الشعب السوداني كفاءته أعلى كفاءة طبعا موجودة في أفريقيا، متعلمين بالآلاف، يعني يسيروا ممكن دول العالم بفكرهم وكتبوا دساتير يعني الخليج أيضا معظمهم يعني ناس مثقفين، ما يحتاج إلى واحد رجل يعني موتور ويعني وعنصري عشان يعلم الشعب السوداني كيف يحكم نفسه وبلده. ذلك أنا أفتكر الآن طبعا إحنا من أجل أن نتجنب، نحن طبعا خسرنا كل شيء. الجبهة الشعبية طبعا جردت الشعب الإريتري عن كل شيء، عن ثقافته، عن أمواله، عن بيوته، عن كل حاجة. وما تبقى طبعا المناضلين القدامى، اليوم كتبت يعني موضوع حول هذا الموضوع، المناضلين القدامى طبعا يعني كمل أعطوا لهم الباقي. الباقي هو طبعا على الأقل أنا لما أشوف كثيرين من رفاقي من المناضلين الأقحاح، الناس اللي ضحوا واللي أسسوا الثورة ستينيات الثورة، تدخل بيوتهم ما في طفل إذا هو من قومية التجري أبنائه ما يتكلموا لغة التجري ولا العربي، ناهيك عن العربي. ابتعدوا عن دينهم، ابتعدوا عن كل مقاومات حتى لا يتهموا بالتطرف، أو يعني عشان لا تغضب عليهم الجبهة الشعبية. كان بإمكاننا أن أفعل ذلك، أنا ليس غضبان يعني. بعدين في قبل أن أنسى طبعا كان ودعت يعني برنامج يعني نقاط لهذا البرنامج اليوم. آه، دائما يكرروا يقولوا هذا دبلوماسي ودبلوماسي سابق وما إلى ذلك، وهو كان خائن وباع يعني أسرار التنظيمات ومش عارف أين ما هي التنظيمات التي تبيع مع هي أولا هل موجود، هل في حاجة اسمها تنظيمات سياسية في إريتريا حتى تبيع أسرارها؟ كلها تنظيمات يعني مجاميع يعني إثنية وقبلية وكل حاجة، كل واحد عامل تنظيم في سبيل هذا طبعا لا يعني. لكن أنا أوضح نقطة هامة جدا اليوم قبل أن أختم هذا الموضوع. يعني الدول، دول العالم، يعني لنفرض مثلا نقول ألمانيا، هناك عدد كبير جدا من الألمان يتم اختيارهم أو يعني تنسيبهم ليكونوا يعني يكون قنصل فخري. كان عندنا الصومال أعطت برضه جوازات دبلوماسية وتعين ألمان طبعا ذوي يعني الخبرة، أو مثلا الناس يكون عندهم اقتصاديا يعني وضعهم الاقتصادي طيب حتى يفتحوا لك الأبواب تعملوا دبلوماسي يعني ألماني، لكن يحمل جواز سفر دبلوماسي للدولة اللي تعينه مثلا آه، قنصل شرفي. أنا ينطبق علي هذا الشيء لأنه أحمل الجنسية الألمانية، الجواز الألماني. هنالك مادة قانونية برقم 38، يعني باراجراف أختون ترايسيك بالألماني 38. هذه المادة تسمح يعني كما يعني الدولة
إذا رشحت ألماني المولد، يعني ألماني خواجة يعني، إذا رشحته دولة إريتريا يكون قسم يعني قنصل شرفي، تنطبق عليه هذه المادة 38، يعني يحتفظ بجنسيته وتعطى له يعني حسانة محدودة في شغله. طبعا دحين لما تقول قنصل شرف ما يدخلوا في مكتبك ولا يسألوك عن، لأن هذه القانون الألماني هو اللي يحدد هل أنت يعني عندك سوابق جرائم وكل حاجة، ما يعطي. لكن إذا أنت يعني ملتزم بالقانون وما عملت أي مخالفة قانونية في البلد، يقبل الخارجية هي اللي تحدد، مش حكومة إريتريا. حكومة إريتريا تقترح، تقول حمدان عيناه مسؤول في منظمة الأمم المتحدة في النمسا، مستشار سياسي في السفارة الإريترية، يدرس هذا الشيء لمدة 3 أشهر، يشوف السوابق ويعود إلى ملفك، ثم بعد ذلك تأتي الموافقة ويعطوك بطاقة مكتوب عليها دبلوماسي وفق المادة 38. هذا يعني أنت في كل المطارات، في كل يعني حتى لو سافرت بالقطار وعندما يكون التفتيش بيظهر جوازين، جواز الدبلوماسي الإريتري والجواز الألماني. أنت يعني دحين يعني هذا واضح من الخبر. فلذلك أنا طبعا يعني كل سفرة عشان يفهموا الناس هذول اللي قاعدين يتجنوا ويقولوا دول الناس، أنا رفضت أن يعني أسافر بالجواز الدبلوماسي، كنت أسافر بالجواز الألماني، وعندي طبعا بطاقة 10 سنوات تسريح. هذا من عندي أنا، كان بإمكاني أدخل بالجواز الدبلوماسي، لكن اخترت لأن هذه طبعا الحماية بتاع إريتريا. إذا أنت يعني عندك جواز دبلوماسي ممكن يعطلوك من السفر، ما يستطيع. لذلك أنا تعاوني كان يعني كان بإمكاني لو أنا مغالي أو يعني بكل هذا الحب للجبهة الشعبية لو كان عندي، كنت أتخلى من جنسية الألمانية. كثيرين عملوها، تتخلى في سبيل يعني تكون دبلوماسي 100%، تعفى عن الضرائب، تعفى عن كل شيء يعني في الحاجات. أنا ما أعرف، أنا طبعا يعني لذلك أنا احتفظت بجواز سفر ألماني، لأن أعرف نوايا هؤلاء الناس، وأعرف نظرتهم لي أنا كمناضل قديم جدا، وأعرف أيضا التاريخ اللي مررت به، وكيف يعني تم طردي من الساحة الإريترية، ليس لأنني ارتكبت مخالفة، إنني بحجة أن سبي يعني هو الذي أرسلنا لنعمل انقلاب على قيادة قوات التحرير الشعبية اليسارية طبعا، ونحن يمينيين طبعا من وجهة نظرهم. لذلك حتى يعني الآن أنا عندما أقول هذا الكلام كثيرين يتأذوا، لم أتخلى من هويتي، لأن القانون الألماني أيضا أنا ذكرت المادة 25 في الدستور الألماني. يعني أنت عندما تأخذ الجنسية يخيروك طبعا، هل تريد أن تتخلى عن جنسيتك أو تحتفظ بها؟ فهناك مواد يعني كثيرة جدا موجودة، يعني الحين كثيرين من الناس أجوا للحوجة. أنا الآن لم أتخلى عن هويتي الإريتري، والهوية لا يتم إثباتها ببطاقة بتاع الجبهة الشعبية ولا مش عارف بجواز سفر بتاع إريتريا، إن هي طبعا الهوية تكون في قلبك. وأنا قاعد ليلا نهارا يعني أفكر، لما أسأل في الشارع لم أقول يوما من الأيام أن أنا ألماني، أنا أقول إريتري. حتى هذا الحق يغضب الجبهة الشعبية. المتطرفين والإقصائيين في إريتريا لا يريدون أن نقول نحن إريتريين، يقول لا، يعني إريتريا لهم يعني هم لوحدهم. بهذا اليوم حتى لا يعتقد البعض بأنني أسعى وراء وظيفة أو أسعى على أن أحصل على شيء معين، أو أريد أن أنتقم من أحد. بالعكس، هنا مستحقات ومظالم، وأنا أطالب الحقوق أن تعود لأهلها. أنا صاحب منزل، على الحكومة يجب أن تعيد أملاكي، ولا تنظر في كل يعني شجرة وحجر وكله يعني موجود في إريتريا يفتكروا هم ملك لهم. هذا يخالف القانون الدولي. وعندما تحين الوقت طبعا إن لم يعملوا ذلك طوعا سيفقدوا كل ما بيدهم يعني بالعنف. وأنا أحذر من هذا الشيء طبعا، يعني أنا لا أوافق على أساس أنه يكون في حرب أهلية في داخل إريتريا، لأنه حتأكل الأخضر واليابس كما حدث الآن في السودان، تسبب إلى ملايين الناس يعني أصبحوا تحولوا إلى لاجئين. وأنا اليوم نشرت الصورة، يعني لما أقول شحة المياه في إريتريا أيضا في السودان.
الحالة المعيشية في السودان أشبه بالحالة المعيشية في إريتريا. لا توجد كهرباء، لا توجد المياه، لا توجد مواد غذائية، الآن متضررين في كل النواحي. القليل الموجود الذي يتحكم فيه يعني شلة أو مجموعة معينة جدا، أو الإليت، النخبة بتاع الجبهة الشعبية، الآن هم لم يعانوا من الفقر، لم يعانوا من الجوع، لأنهم عندهم إمكانيات يستوردوا كل شيء من دبي، من سابقا من السودان ومن إثيوبيا. الآن يعني أيضا طائرات قاعدة تجي من برا، يعني بيطلبوا أي حاجة هم يريدونها يأتوا. يعني المسافرين يعني أو أقربائهم الموجودين في الخارج يتكفلوا بهذا الشيء، ملابسا وألعاب أطفال وكل شيء في بيوتهم، يعني عايشين وكأنهم في أوروبا. أنا لا أحسد أحد في الناحية المعيشية، إنما يجب أن يعرفوا بأن هم طبعا يعني، وأنا بكل مرارة يعني أحيانا يفتكر هذول الناس، ناس يعني قبلهم طبعا تجبروا وحكموا بقوة الحديد والنار، الآن كلهم يعني غير موجودين. هايلي سلاسي، منقستو، ملس زيناوي، كلهم السلطة هذه يعني يفقدها الإنسان بأخطائه بكل، يعني هي بسيطة جدا تغيير النظام يعني. لكن التغذيب يعني أنا أتمنى أن يكون تغيير النظام بشكل ودي، بشكل يعني حضاري. هذا المجموعة فشلت في توفير أبسط يعني مقومات الحياة في إريتريا. يعني كل هذه الحجج والمبررات من 33 سنة كفاية أيضا. حان الوقت الآن. أنا طبعا اليوم برضو في عنوان من عناوين المقالات اللي أكتبها أقول طبعا يعني الجبهة الشعبية لا تقبل، أو أنصارها لا يقبلون بالتغيير، ناهيك عن أنه مثلا أنت تقول لهم أنا عايز أسقط النظام. فالمنتفعين دائما يبررون كل شيء، يقول لك كل شيء على ما الآن كل شيء طنت يعني حمدان وما وغيره. أنا من الناس اللي يكتبوا يعني أنت لما تقول ما في مياه يقول لك لا، في موجودة مياه، تجيبها بالصور، يقول لك الصور هذه من تجراي، ليس لنا نحن كويسين يعني اريتريا هي سنغافور بتاع شو اسمه هذه يعني. يغالطوا الناس يعني. ما عايز، انا كنت اسافر وكنت اشوف بأم عيني طبعا. الناس طبعا لما تطلع من الفندق اطفال يعني يتوسلون اليك حتى تعطيهم مثلا يعني 10 نغفه او 5 نغفه اللي يشتري الخبز. امهات في الشوارع. الاسر الكريمه اللي نعرفها يعني من اولاد البلد الاصليين اساسا، لما تدخل في بيوت تخجل من نفسك لانه ما في عندهم اي حاجه. ما تستطيع انت ان تقدم المساعدات لكل الناس. فلذلك انا افتكر من ينكر هذا الشيء هو لازم يعني هو منتفع. في الخارج طبعا يعيش على نعيم، يعني يعمل فيستيفالات باسم النيل ويجمع الفلوس، وانت ما تعرف هذه الفلوس هل يوردها قاعد ولا هو يتنعم بها. لذلك انا اختم هذا الحديث، يعني كثير من الاخوه بالذات الناطقين باللغه العربيه الان قد يكون يعني عندهم نوع من الضبابيه. يعني هم يفهموا اكثر مني ويعرفوا ما يحصل، لكن في سبيل التغطيه يهاجموك انت عشان يتغربوا. هذا طبعا الثمن اللي ممكن يدفعوه في سبيل انه النظام يقبل عنهم. يعني بالذات مجموعة الهبوط الناعمة هذا ممكن تعمل المستحيل اليوم وتشيطن حمدان وغير حمدان وكل، وتصفك بالعمالة بكل ما يريدونه طبعا، لأن هذا طبعا بالنسبة لهم شهادة. لعل وعسى أنه يشوف هذا التعليق بتاعهم شخص يعني زي سعيد أول سعيد ويدخلهم في القائمة، يعني منتظرين بفارق الصبر عشان تقدم لهم دعوة. هذا النظام لو قدم لهم دعوة ولو ما قدم لهم الدعوة، كل هذا بالنسبة لي لا يشكل، ليس هو الهم الأكبر بالنسبة لي. أنا أريد أن يكون الشعب الإريتري يعيش بسلام، ولا يدخل في حروب عبثية مرة ثانية. فلذلك الآن برضو الهتافات الموجودة نحن والسودان شعب واحد وكل واحد، جربناه أيضا في إثيوبيا، لم ينجح هذا الشعار. الآن مرة شيطن الوياني ومرة شيطن أبي أحمد ومرة شيطن، الآن تقول السودان تكرر نفس الخطأ الآن مع السودان، تدرب ميليشياته وتعمل وتدخل في حرب أساسا ما لك فيها لا جمل ولا ناقة، لكن هذا على حساب الشعب الإجتماعي. وليس هذول الناس خاضوا حروب جدا، لم نرى أبنائهم ماتوا في هذه الحروب، إنما أبنائهم يدرسون في جامعات في الخارج، في أمريكا، في أوروبا، كلهم أبناء الوزراء والحاجات. أنا أعرفهم يعني موجودين في الخارج أساسا. يقول لك هذا يعني أين ستذهب إريتريا عندما تهدأ الأمور؟ خليهم يتعلموا
ويشوف العالم بعد كده يعود بلدهم حتمشي وين، يقول لك لأنه هو مطمئن إنه البلد هذا حتكون من يعني له ولا أبناء ولا أبناء أبناء. فلذلك أنا أنتهي اليوم بهذا القدر من الحديث، مع تحياتي لكل الذين طبعا يعني يقدرون هذا الكلام، والتعليقات الإيجابية أيضا ليس حبا أو مجاملة لي، إنما طبعا يعني يشاركون الهم. فأتمنى لكل المشاهدين لقناة القرن الأفريقي السلام والهدوء. وأنا طبعا يعني الشيء الوحيد اللي أملكه، أملك نفسي طبعا، وأعد كل من يشاهد قناة القرن. نحن مقبلين إن شاء الله في الأيام القليلة أو الأسابيع القليلة القادمة على انتخاب مجلس إدارة جديد وروح جديدة أيضا، وإضافة يعني استضافة عدد كبير جدا من الذين يعني يشاركون الهم تغيير الواقع في إريتريا. فسترون يعني برامج هادفة جدا وملتزمة أيضا بالقانون وبالوحدة الوطنية فوق كل شيء. ولا نريد أن ندخل في مهاترات مع هؤلاء الذين فقدوا يعني المصداقية أمام الشعب الإريتري والعالم أيضا. وبهذا أختم برنامج هذه الحلقة اليوم، وحتى ألقاكم أنا وزملائي فريق البرنامج في قناة القرن الأفريقي، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.